يا مساء الهنا والجمال والسعادة عليكم وعلى عيونكم يا أحلى متابعين. مساءكم معطر بذكر الله. النهاردة بقى نازله لكم بالطريقة يا جماعة اللي من الآخر كده، اللي هتجيب معاكم من الآخر. اسألوا بقى مجرب ولسه جديدة كمان في البيتزا. تخيلوا أعمل كحك، أعمل بسكوت، أعمل فطير، أعمل كل ما تتخيلوه. أجي عند الحاجة البسيطة وتطلع معايا وحشة. بس انا اتحديت نفسي وقلت هجيبها، يعني هجيبها. وكان والحمد لله. عملت بقى بيتزا المرة دي عالمية وبأوفر الإمكانيات، وحقيقي من اللي موجودة في تلاجتك، حشواتها اللي موجودة في تلاجتك. يعني مش هتغرمي أي حاجة. الدقيق اوتوماتيك بيبقى عندنا في البيت زيه زي الرز. الخزين ده بنملوه من أول الشهر، فبنفك دماغنا بقية الشهر. عندك دقيقك وبقية الحشوات. اكيد محدش يعني ما بيجيبش شوية جبنة بيضة على شوية جبنة تركي على حتتين لانشون باقيين على حتتين بسطرمة باقيين. اقسم بالله ده اللي حصل. على طماطمايه على شوية فلفل اخضر. انا كان نفسي احط طبعا فلفل اخضر وزيتون، للاسف ما عنديش حد بيحب البيتزا بيهم. لما بشتري البيتزا الجاهزة بيشيلوهم من قلب البيتزا. فانا طبعا قلت ايه على ايه، يعني خسارة اصلا اقطعهم ويترموا. لا، انا هعملها كده ايه باللي هم بيحبوه. بس والله كانوا اجمل 3 بيتزات. يلا الاول اوعوا تنسوني بقى باللايك والاشتراك لاول مرة بيشوف القناة. فعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. واستني وما تروحيش في اي حتة، خليكي معايا لاخر الفيديو. بيتزا المبتدئين. واهلا بيكي في قناتي، قناة بيتك منور مع سما. سمي الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا ندخلوا على تفاصيل الفيديو. بصي يا قمرايه، هتجيبي طبق كبير، هتحطي طبعا كوبايه الميه اللي انا حطيتها من شويه دي، عليها باكل خميره الفوريه، عليها معلقه سكر كبير. وهتقلبيهم كده كويس كويس قوي عشان تضمني ان الخميره دابت معاكي في الايه، في الميه والسكر. هتسيبيها كده حوالي 10 دقايق. اول ما تلاقيها عملت الفقاقيع اللي شفتيها ديت على وشها، انزلي بقى ب4 كوبايات دقيق زي ما انا ما عملت. طريقه سهله جدا جدا، مفيش اسهل من كده. هتجيبي طبق كبير، هتحطي كوبايه ميه عليهم معلقه سكر كبير، عليهم باكو خميره فوريه، وتسيبيهم حوالي 10 دقايق. اول ما تلاقيها كده ايه فارت او عملت فقاقيع الهواء اللي على الوش دي، تنزلي ب4 كوبايات دقيق. خلاص كده تمام. وبعدين تبدأي بقى تعجني كل بقى واحدة حسب نوع الدقيق اللي هي حطاه. في دقيق يعني بيتعجن بسرعة بكوباية المية اللي كانت محطوطة في الخميرة، وفي دقيق لا بيحتاج مية. انت بقى ايه ونوع الدقيق بتاعك. فطبعا انا احتجت طبعا مية تاني لحد ما العجينة كده ملكتها في ايديا. بس خدي بالك لازم تبقى فيها سن التلزيقة، يعني ايه تشوفي كده العجينة تلاقيها بتلزق شوية في ايديك. طب هتتلم معايا ازاي؟ هات شوية زيت صغننين كده ولميها. بس كده. بس اهم حاجه العجينه تبقى طريه ولينه، متبقاش يابسه وناشفه. على بقى ايه ما تخمر، سبتها بقى تخمر براحتها. جيت قلت اعمل صلصه البيتزا. تجيبي فصين توم او 3 وتبشريهم في المبشره كده. خلصوا على في طاسه فيها شويه زيت، وتبداي اول ما لونها يصفر تنزلي بباكو الصلصه. وعليها كده ايه، عارفين انتوا البواكي الصغيره بتاعه الكاتشب، حطي عليها. عندك كاتشب كبير حطي معلقه كبير، ومعلقه سكر وشويه ملح صغيرين. وتقلبي كده وبعدين تسيبيها حوالي 5 دقايق. هتسبك على طول الصلصه، ما بتاخدش حاجه خالص في التسبيكه، مش زي الطماطم. ادي خلاص صلصة البيتزا. يبقى لازم صلصة البيتزا تتعمل بالثوم. خلاص هو باكو صلصة واحد وباكو صغنون كده من الكاتشب، او معلقة كاتشب لو انت عندك الازازة الكبير. خلاص يبقى احنا عملنا العجينة بتخمر وعملنا صلصة البيتزا. نيجي بقى للحشوات زي ما قلت لكم. والله العظيم كل دول كانوا باقيين عندي في التلاجة. بس شويه الجبنه التركي دي كانت باقيه، والجبنه البيضه، وشويه الجبنه الموتزاريلا. ولقيت عندي شويه لانشون صغيرين وشويه بسطرمه. بس ما شاء الله اللهم بارك، العجينه خمرت وعليت ازاي. وتقومي جايه بقى كده مدخله ايدك فيها، تطلعي منها الهواء وتبداي تقرصيها. ال4 كوبايات عملوا معايا 3 فطيرات، 3 فطيرات، 3 بيتزات. عسل عسل عسل. وبعدين جبت بقى الصينيه بتاعتي دهنتها زيت، وبتاخد كده إيه يعني كرايه كرايه. انا كنت عامله 3 كرات يعني. وفردتها بقى في صينيه البيتزا. عندي طبعا صواني البيتزا. عندك ايه صينيه بيتزا، اي صينيه الومنيوم عندك او اي نوع صواني. وبالشوكه كده بعد ما تفرجي بقى العجينه بتاعتك بالشوكه كده تنغزيها، وتبداي بقى تاخدي معلقه من صلصه البيتزا اللي انت عاملاها،
وتبدأي بقى ترصي حشواتك. بدعي بقى يا ستي، ما يهمكيش البيتزا ما بتقولش لا، الموجود حطي مفروم، حطي جبنه تركي، حطي جبنه خزين، حطي في الاخر. بس ما تنسيش تحطي جبنه موتزاريلا حبه كده حلوين عشان تمط معاكي. انا عملت بيتزايه بتمط، والبيتزتين التانيين لا، لان عندنا بابانا ملوش في الجبنه الموتزاريلا الكتير. يا دوبك انا طعمت له كده البيتزا، وبيني وبينكم اصلا ما كانتش هتكفي يعني، فاحنا عملنا بيتزايه حلوه كده مليانه جبنه موتزاريلا، والباقيه بقى طعمتهم برضو بالموتزاريلا عشان بس وش البيتزا تبقى حلو. بس والله كان طعمها زي العسل والسكر، والعجينه كانت مظبوطه ولينه واتفردت معايا بمنتهى السهوله. عملت واحده ببسطرمه وجبنه تركي وجبنه موتزاريلا وطماطم، والتانية حطيت كده جبن بس، جبنه خزين وجبنه موتزاريلا عليهم، وبرده كام طماطميه. الاخيره دي حطيت شويه لانشون وشويه جبنه خزين، وبرده في الاخر حطيت شويه جبنه موتزاريلا. بس كده يا حبايبي، ودي كانوا دول كانوا بقى الثلاث بيتزات بتوعنا الحلوين. دي بقى طبعا اللي بالجبنه، حطيت طماطم بقى كده وجبنه خزين عليها وفي الاخر هحط شويه جبنه بقى كده موتزاريلا وعلى الوش كده عشان تظبط لي وشها، وخلاص كده. بصوا بقى، وهدخلها بقى الفرن، ويا سلام بقى على الجمال. بصوا مش هتلاقوا لا احلى ولا اجمل ولا اطعم من الطريقه دي، ولا اسهل كمان منها فعلا بيتزا المبتدئين. طبعا بقى كل واحده عارفه تظبط فرنها ازاي. بصوا بقى ظبطتها حلوه وطريه، والله مش ناشفه خالص. بصوا بقى كمان الوش جميل ازاي، اللهم بارك. كان طعمها حكايه والله. انا على ما درت وطلعت البيتزتين التانيين، والله كنا خلصنا البيتزا اللي باللانشون، كانت خرافه. جربي كده بشويه لانشون، جربي كده وشويه جبنه موتزاريلا، واعملي لك بيتزاي وانت واقفه. بصي بقى الجمال، والله ميزتها انها تنفع لو حد غضبان على الاكل. تقومي تعجني كده كوبايتين دقيق على قده، على شويه لانشون، عندك بقى شويه جبنه تركي كده، شويه جبنه موتزاريلا، وتمشي الدنيا. والله ما عندكيش جبنه موتزاريلا ما تضايقيش نفسك، حطي جبنه تركي، مش مهم تمط، بس المهم طعمها يبقى حلو. شويه زيتونه، شويه فلفل اخضر، شوفي هما بقى بيحبوا ايه من الحشوات واعملي ودوسي. عندك لحمه مفرومه، اعملي واحده باللحمه المفرومه. عندك واحده، عندك تونه، حطي واحده بالتونه. الحشوه دي بتاعتك انتي، المهم انك تظبطي العجينه دي تعتبر متعدده الاستخدامات، تعملي بيها كل حاجه. تعملي بيها القرص الطريه، ممكن تعملي بيها العيش الكايزر، بصي كل حاجه. بصوا هوريها لكم طريه جدا جدا، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا باينه، والله باينه خالص انها طريه جدا، حلوه قوي يا بنات، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كل ده كلفني قد ايه؟ والله ولا حاجه. لو الحاجه عندك في البيت، لو الحاجه مش عندك في البيت، هتجيبي كيلو دقيق واحد ب20 جنيه، وان شاء الله هتجيبي لك مثلا تمن لانشون، ومثلا تمن جبنه بيضه خزين، وبس كده، وتمن جبنه تركي. هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي، وعملتي حشوات كتير مع شويه الطماطم والفلفل، وعملتي بدل ما تعملي بيتزايه واحده تجيبيها من بره ب40 او 50 جنيه، هتعملي 3 بيتزات، يبقى انت كده وفرتي حق بيتزتين زياده. وبألف هنا وشفا على قلوبنا وعلى قلوبكم كمان. جربوها يا بنات، والله العظيم هتدعولي اليوم اللي انت عايزه توفري فيه وما تطبخيش، او زهقتي من الطبيخ او حاجات كتير. صدقيني والله العظيم دي اللي هتبقى منجزه معاكي، وحقيقي هتوفري. اسمعوا مني يا بنات، وان شاء الله ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم، وتقولوا لي كمان رايكم في الكومنتات. وكنا كمان جايبين بقى شويه كاتشب كده حلوين، الكياس الصغيره ديت برضو تعتبر منجزه لو ما عندكيش الازايز الكبيره. وكان احلى عشاء صراحه، انا كنت عاملاها في العشاء يا بنات، كان يوم جمعه، كانوا بالليل عايزين كده يتعشوا حاجه غريبه، فلقيت الدنيا عندي والحشوات، وانا كده كده مش هشتري حاجه من بره، فقلت هعملها واحنا قاعدين. كانت تحفه، حلوه جدا جدا. بصوا ما شاء الله العجينه حلوه وطريه ومش ناشفه، وفي نفس الوقت مش عاليه قوي اوفر، يعني ساعات تلاقي كده عجينه بيتزا عاليه قوي مليانه عجين، انما دي ارتفاعها حلو ومعقول، وفي نفس الوقت طريه وهشه، وطعمها جميل وعسل وزي السكر كده، وكل مقاديرها مظبوطه. سبحان الله طلعت معايا المره دي غير قبل كده خالص يعني. انا مبسوطه جدا من النتيجه، لان انا كان جه وقت عليا اتعقدت صراحه منها. فعايزه اقولك حاولي مره واتنين وتلاته، لو اي حاجه باظت منك ما تيأسيش، ما تتعقديش. انا كنت حابه اطلعها قريبه الى حد ما من البيتزا الجاهزه، والحمد لله اتظبطت معايا المره دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وقدرت افيد اي حد باي معلومه. صدقوني يا بنات، دي بيتزا المبتدئين. لسه البنات اللي عايزين يتعلموا او حابين يعملوا البيتزا في البيت، اعمليها بالطريقه السهله البسيطه دي، هتعجبكم ان شاء الله.
ويا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك. اللي اول مره بيشوفوا القناه فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. وكنتم مع بيتك منور مع سما. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.